هناك بعض الحالات التي قد يخبرك طبيب الأطفال أن طفلك يعاني منها. قد تكون بسيطة مثل الفتق الإربي، أو قد تكون خصية غير نازنة أو إخليل تحتي. قد تكون التهاب الزائدة الدودية. لذلك نود أن نخبرك أن هناك أوقات محددة يجب الالتزام بها، لأنه في نهاية المطاف الطفل هو طفل ينمو، وخلال كل مرحلة من مراحل النمو من المهم جدا أن يكون العضو في موقعه أو وضعه المثالي. لذلك إذا فاتنا التوقيت الصحيح للجراحة لذلك العضو، فمن الممكن أن العضو نفسه قد لا ينمو إلى إمكانياته الكاملة، وقد يتناقص في وظيفته، وقد تفقد العضو. من المهم جدا أن يسهم الآباء هذا، لأن السؤال الأكثر شيوعا الذي يتلقاه من الآباء هو: أليس طفلي صغيرا جدا؟ أو أواجه الكثير من الندم في وجوه الآباء عندما يأتون في سن الخامسة أو السادسة أو الثامنة ويقولون: جئنا متأخرين لأننا اعتقدنا أن طفلنا كان صغيرا جدا. الجراحة لن تكون آمنة، لذلك أشجعكم حقا على القدوم أولا للاستشارة وفهم المشكلة ككل، وما هو التوقيت والإجراء الصحيح لطفلكم، وما إذا كان ذلك ضروريا بالفعل. ثم بمجرد أن تزيلوا جميع شكوككم وتطمئنوا تماما، يمكنكم اتخاذ قرار مستنير بشأن الجراحة لطفلكم.